لو الصابون بيخر ميه هعرفك تتصرف فيه ازاي وتصلحه بايدك. طبعا اول حاجه بتفتح الكومبينيشن. تمام، اول حاجه بتبص عليها كومبينيشن دي بتتفك ازاي. دي بتتفك ما بتتشدش لفوق، بتيجي تروح تعملها كده وفكتها كده بسهوله. فيها الكاوتشة اللي تحت دي اللي هي البرتقاني دي بتتغير. الكاوتشة دي لما بتتاكل بتخر مية كتير وبتخلي الكومبينيشن يقعد ينزل مية زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وتاني عيب اللي هو الاسانسير ده. الاسانسير ده لو بيعبي مية اكتر من اللازم، يعني الصامولة اللي فيه دي، شايفين المسمار ده بيتخلع. لو هو بيخلي الاسانسير ده بيطلع فوق خالص ويعبي مية، بتنزل من الخرم اللي فوق ده. في خرم هنا فوق اهو، بتنزل منه الخرم ده، فلازم المية ما تعديش المكان ده. المية بتوصل للحد ده هنا كده مثلا، لو عدت لغاية هنا بتنزل من هنا، بتنزل من الصافون. طب نعمل ايه؟ الكاوتشة طبعا دي، الكاوتشة دي بتخلعها عن طريق الوردة البلاستيك دي، بتفكها، تطلع الكاوتشة دي، تشتري غيرها وبتحطها، ما بتشتريش مكانها كاملة. تمام. اما بالنسبة للاسانسير، فلو هو بيخلي المية تتملى فوق خالص بتأثر المسمار ده بيتفك ازاي؟ عن طريق الضغط كده تفكه كده، هو اتفك خالص، سهل جدا. وتيجي تركبه بنفس الطريقة برضو، بيجي في المكان ده وتركبه عادي. تمام اهو كده ركب. وبتجرب المية، بتشوف منسوب المية كويس ولا لا. تمام، منسوب المية كويس خلاص، معدي الحتة اللي انا شاورت عليها اللي هي دي، يبقى كده المية هتنزل لك تاني. وبتيجي بتركب عادي تاني كده، وتروح لفة كده، خلاص هي كده مسكت. تمام.